حضرموت عنتر من اقدم المطاعم اللي بتعمل اكل بدوي ومندي، بقالهم اكتر من 30 سنه وهم صرح ضخم كده، فتعالوا نستكشفه سوا. الصرح العظيم ده في التجمع الخامس، وفي واحد تاني في العبور، وفي جسر السويس. فلميت صحابي في خروجه شبابيه ورحنا هناك. بس خليني احكي لكم قصه حياه الصينيه دي. مبدئيا هم بيعملوا لحوم مندي زي ما الكتاب بيقول، بتبقى مدفونه في افران مخصصه وعلى يد شيفات يمنيين، يعني ادي العيش لخبازه. وفي عندهم قسم جزاره ممكن تشتروا منه اللحوم نيه عادي جدا. غير المندي بقى هم عندهم كل الاطباق الشرقيه والمصريه اللي تتخيلوها، والمشويات كمان والطواجن. وفي عرض حلو على الجريل ان ورقه من كل نوع، يعني ورقه لحمه وورقه كبده وورقه سجق ب 470 جنيه بدل 580 جنيه. نرجع بقى للصينيه. الصينيه دي اسمها صينيه العتاوله، فيها 8 حمامات محشيين وكيلو كفته وكيلو طرب وكيلو ممبار ونص تسمن ورز كتير، واللحمه دايبه وبتقع زي ما انتم شايفين كده من العظم. والصينيه دي عموما بتكفي تقريبا كده 10 اشخاص، ده اذا ما كانش اكتر يعني. وسعرها 6000 جنيه. والسعر ده لانها بتكفي اشخاص كتير، مش فرد ولا اتنين، يعني 10 افراد على الاقل. فالموضوع لذيذ الصراحه. غير كده حضرموت عنتر عنده مثلا الموزه التركي اللي قصادكم دي، ده غير برضو الطواجن بانواعها بقى، سواء طاجن بقى عكاوي، سواء طاجن ورق عنب بالكوارع، ملوخيه. وعلى فكره الملوخيه بتاعتهم انا بحبها جدا. خلصنا اكل، واهم واحد في القعده اللي هيقلب لنا الشاي نحبس بيه. وبس كده، ما تنسوش تعملوا فولو عشان اللي جاي لسه كتير.